أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، تشافي هرنانديز، على أهمية مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الجولة 32 من الدوري الإسباني. ويحل برشلونة ضيفاً على ملعب سانتياغو برنابيو غداً الأحد في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، أمام الغريم ريال مدريد وبقيادة الحكم سيزار سوتو جرادو. وتحدث تشافي في مؤتمره الصحفي قبل قليل وقال: لدينا فرصة غداً لتقليص الفارق مع ريال مدريد، لذلك فهي مباراة مصيرية ومهمة. وتابع: ريال مدريد فريق قوي للغاية ونجح في الدفاع أمام مانشستر سيتي الذي يصفه الجميع بالأفضل في العالم، كان يجب أن يدافع جيداً، وهي طريقة يجب علينا إتقانها، لديهم الإمكانات لذلك. واستمر: علينا أن نفوز غداً من أجل الدوري الإسباني، يجب أن ننسى ما حدث أمام باريس سان جيرمان وأن نتعلم جيداً منذ ذلك الدرس. وأضاف: علينا أن نظهر شخصيتنا أمام ريال مدريد، هذه هي المباراة المناسبة، لقد أعددنا للمباراة بشكل جيد، لقد تحدثت مع اللاعبين عن استقبالنا للأهداف في بداية الشوط الثاني لأن المنافس غداً سيضغط علينا في أولى الدقائق من كل شوط. وعن تفوق ريال مدريد الأوروبي: لا أؤمن بالحظ، فهم فريق جيد جدا، هذا ليس من قبيل الصدفة، في السنوات الثلاث الماضية لقد أطحوا بأفضل فريق في العالم مرتين، مانشستر سيتي. ورد تشافي على شائعات وجود اجتماع مع الإدارة بعد الخروج الأوروبي: لا، لم يحدث ذلك، لم أتحدث مع أحد، لكننا نستعد الآن لمباراة الغد ونريد الفوز. وبسؤاله: هل يعتبر مباراة الغد نهائي؟ أجاب: مباراة مهمة، علينا الفوز غداً حتى تواصل الضغط على المنافس، إذا تحقق ذلك سنكون على بعد 5 نقاط فقط، لدينا فرصة رغم أنهم لم يخسروا سوى مباراة واحدة في 31 جولة. وبسؤاله: هل سيكون الأمر قد انتهى بالنسبة للمنافسة على الدوري الإسباني إذا خسر غداً؟ رد: أحاول التفكير في سيناريو أكثر إيجابية، يتعلق بالفوز، نريد الفوز بالمباراة.